غالبية الناس من يسمعون بنظرية التطور يعتقدون أن هذه النظرية تنفي وجود الخالق أو تنفي المهندس الذكي للكون، لكن أكو فرق بين فرضيات نشوء الحياة ونظرية التطور. من أقول فرضية يعني هي لم ترتقي لمستوى النظرية، أما نظرية التطور فهي نظرية تشرح تطور الكائنات بحسب السلسلة التطورية لكل كائن، يعني ما لها علاقة بنشوء الحياة. اثنين، هواي ناس يعتقدون انه تشارلز داروين هو اول من اتى بهذه الفكرة، لكن الفكرة قديمة بقدم الاغريق واليونان، وكذلك يتحدث عنها العالم المسلم الجاحظ بكتابه الحيوان، وكذلك يتحدث عنها العالم لامارك ما قبل داروين. لكن داروين فرقه انه هو اجى بفكرة الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي هي النقطة اللي كملت المعنى، أو هو نتاج آلاف السنين من الكلام عن هذه النظرية. أما اليوم لو إجى العالم تشارلز داروين واطلع على هذه النظرية ما راح يعرفها، لأنه صار الكثير من التحديثات والتطورات على هذه النظرية، وفرق جدا واسع ما بين اليوم وما بين كتاب أصل الأنواع اللي نشره سنة 1859. تم اكتشاف الدي ان اي، الار ان اي، الحواسيب المتطورة، الكثير من وآلاف من الفراغات والأحفوريات تم ملئها.